مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تحدثت عن ريمونتادا المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا بعد أن قلب تأخره ذهابا أمام ريفرز النيجيري بثلاثية إلى فوز ب4 أهداف في الخرطوم. المجلة تحدثت عن مدرب المريخ دييغو غارزيتو معتبرة أنه يواصل كتابة مسيرة رائعة في القارة الإفريقية. وذكرت فرانس فوتبول أن غارزيتو عاد إلى المريخ بعد أن تركه قبل موسمين ليحقق أفضل مما فعل عندما وصل بالفريق لنصف نهائي دوري الأبطال، ولذلك كان عليه أن يتجاوز الهزيمة الكبيرة ذهابا. وأضافت أن الرسالة كانت واضحة بعد أن تم بيع 66 ألف تذكرة لمتابعة لقاء الإياب، وفعلا تمكن الفريق من تحقيق ما يعرف بالريمونتادا وقلب الطاولة على الريفرز ليتأهل لدور المجموعات. نقطة ختام الطبعة الأولى. في أمان الله.